بسبوسة السينمون ألذ بسبوسة ممكن تسويها. بسبوسة السينمون ألذ بسبوسة رمضانية، طبقة الجبنة والبسبوسة بالقرفة يمي. بسبوسة السينمون ألذ بسبوسة ممكن تسويها بعد التراويح، سهلة ولذيذة وسريعة وطعمها مميز. عندنا نبدأ في المقادير، مقاديرها جدا بسيطة وسهلة. نص كوب من السكر، كوب من الحليب الباودر، وعندنا علبة قشطة، نص كوب زيت نباتي، وعندنا كوب سميد، ملعقة صغيرة من الكاكاو الباودر، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم، ملعقة كبيرة من البيكنج باودر والفانيليا. هذه مكونات البسبوسة بكل سهولة، وكوب من الموية. بالنسبة للصوص والتشريبة، التشريبة عندي شوية من الحليب، خلاص حليب مبخر، مع 4 ملاعق من السكر، هذه تشريبتها بدل الشيرة خلاص. وعندنا الجبنة الكريمية، أخدم اليوم جبنة مارفيلو من المراعي، جبن كريمي، تقدروا تستخدموا أي جبن كريمي مع شوية من الحليب المكثف. حنضيف الحليب الباودر، السكر، السميد، الفانيليا، البيكنج باودر، الكاكاو والقرفة، الزيت النباتي، قشطة، آخر حاجة الموية. حنخلط كل المكونات هذه مع بعض، وحنخلط خليط البسبوسة بهذه الطريقة كده الين تتجانس معايا كل المكونات. حندهن الصينية بشوية زيت، وحوزع الزيت، وبعدين أبدأ أحط رشة سميد بسيطة بس عشان ما تلصق معانا في الصينية. وهذا الخليط صار جاهز معانا. حنبدأ نحط خليط البسبوسة بعد ما دهنت الصينية وحطيت رشة سميد بسيطة، وأوزع الخليط كامل. ما شاء الله ريحتها مرة مشهية. هذه لسه كمان قبل الخبز. وحندخلها الفرن 20 دقيقة. تشريبة البسبوسة، عندي حليب مبخر، حنضيف الحليب المبخر وعليه تقريبا ملعقتين سكر كبيرة. حندوب السكر مع الحليب المبخر على النار. هنا عندي جبنة مارفيلو من المراعي، تقريبا حنحتاج 200 جرام. وهذه الجبنة حنضيفها، وهذه الجبنة حنضيفها. طبعا انتوا حتحتاجوا فقط 200 جرام. هذه البسبوسة استوت معانا، حتعرفوا انها استوت من الاطراف، شوفوا كيف الاطراف لمت معانا واتقمرت كده، معناها مرة استوت كويس. خلاص، عندي هنا التشريبة، الحليب المبخر مع السكر خليته دافي، يعني حطيته على النار بدون غليان. حناخد زي كده بالعود ونسوي بهذه الطريقة عشان نشرب البسبوسة. زي كده حنخرم البسبوسة عشان نشربها. هذه التشريبة بسم الله حبدأ أحطها بهذه الطريقة وخليها تشرب براحتها من التشريب، تتشرب مرة كويس. شايفين كيف؟ طبعا لازم تكون دافية. بسبوسة السينمون ألذ بسبوسة ممكن تسويها، وسهلة ولذيذة. وهذا الصوص حنحطه على الوجه وحنوزعه زي كده ونرجع ندخلها الفرن. أهم حاجة نوزعه بالتساوي، يكون كده كله مرتب. لذيذة بشكل ما تتخيلوه، خاصة مع القهوة السعودية، يمي مرة. وبعد ما طلعتها من الفرن اتماسكت معايا الطبقة الكريمية. الآن عندي هنا قرفة مطحونة مع شوية قهوة، أنا أحبها مرة مع شوية قهوة، تقدروا تحطوا بس قرفة مطحونة ناعم. أوكي، حبدأ أرش بهذه الطريقة على الوجه، يمي بشكل ما تتخيلوه، لذيذة. هذه البسبوسة عشق لا ينتهي، خاصة مع القهوة السعودية. وهذه اللمسة الأخيرة على الوجه زي كذا. بسبوسة السينمون ألذ بسبوسة ممكن تسويها في رمضان. شوفوا تبارك الرحمن، ما شاء الله، يمي ومرتبة وتواجه. شايفين الطبقتين، الطبقة الكريمية وطبقة البسبوسة، متغرقة ورائعة، يمي بشكل ما تتخيلوه. شايفين؟
شوفوا الجمال ما شاء الله، مرتبة تواجه. تبي تروحي عند حمولتك، معزومة عند أحد، تبي تسويها سهلة ولذيذة ورائعة. هذه بسبوسة السينمون، شوفوا معايا الجمال واللذاذة ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. مم. إيش إنها رهيبة، لا كيف. حرفيا اتعدت مرحلة اللذاذة، لازم تجربوها وبالعافية.